يا صباح الفل والورد على حضراتكم. النهارده انا في مدينه 15 مايو على الاستراد عند مشتل مدخل مايو. بسم الله ما شاء الله، يعني فيديو مختلف زي احنا شايفين كده، اجيب لكم بقى مفاجآت فيه. شايفين كده دي كل دي انواع القصريات اللي انت ممكن تستخدمها، اللي هي مزخرفه اللي بتتحط في فيلا، في شركه، في فندق. وبسم الله ما شاء الله عندهم انواع كتير جدا من الزرع اللي هنعرفه ايه انواع الزرع، وايه الزرع اللي بيحتاج ميه كتير، وايه الزرع اللي ما بيحتاجش ميه، وكل ما تعطشه يعني يطلع اكتر. حاجات كتير جدا وانواع شجر كتير جدا عشان تعرف تختار زي ما احنا شايفين كده انت عاوز ايه ومحتاج ايه. كل اللي احنا حاجات دي كلها هنعرفها من المسكين المشتل. استاذ زهران، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ نور الدنيا يا باشا. الله يخليك، ربنا يخليك. الله اكبر على المشتل بتاعكم، بسم الله ما شاء الله، يعني نار على علم في مايو وبره مايو وكل حته. انت منور الدنيا كلها عم. الله يخليك. الله يسعد ايامك. كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى ودعوات الناس. لا بسم الله ما شاء الله، يعني الله اكبر عليك. وانا منقي وقت كده، عاوز اقول لهم انا منقي وقت كده هادي شويه عشان اعرف اصور معاك. بسم الله ما شاء الله، انت محدش يعرف يقف هنا يحط رجله. بسم الله ما شاء الله، الناس بسم الله ما شاء الله كتير بتجيلك من كل حته. الله اكبر يعني. دلوقتي ان شاء الله يا عم محمود، والحمد لله رضا ربنا من هنا لاسوان الدنيا كلها بتعدي علينا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نور الدنيا. انا عاوزك كده ناخد كده جوله تعرفنا. انا دلوقتي عاوز اشتري زرع ماشي لبيتي لشركتي، نعرف بقى نشتري الزرع ازاي ماشي، وايه انواعه، وايه الحاجات اللي هي مثلا بتحتاج ميه كتير، ايه الحاجات اللي ما بتحتاجش ميه كتير، ايه انواع الصبار، ايه انواع الحاجات اللي بتطلع روايح جميله. جميع انواع الصخور وجميع انواع العطور، في فل، في ياسمين، حاجه النعناع والورد البلدي، دي كلها حاجات عطريات، فاهم ازاي؟ في جميع انواع الزهور بالواناتها، الكاتونيا واللطيفه والسلفيه وجميع انواع الفواكه برضه موجوده والاشجار. تنسيق الحمد لله بنعمل شغل عالي في الفلل ومنتجعات وقرى ومكونات الحمد لله وفنادق، بنعمل شغل على اعلى مستوى. يعني انت مش بتبيع بس، انت بتروح كمان تعمل شغل. بنعمل شغل كبير وتنسيق وتركيب فلل ومكونات، بنعمل شغل فنادق، شغل الحمد لله لاندسكيب على اعلى مستوى. والحمد لله بفضل ربنا شغلنا هو اللي نجحنا. انت هتاخدنا جوله بقى تورينا كده وتقول لنا الاسعار ايه والدنيا، وتعرف الناس ازاي اختار بقى، وايه انواع الزهور، يعني جوله كده على السريع كده نعرف الناس الحاجه جميله. الزهور هنا لا تحتار ولا تروح في اي مكان، لان ارخص الاسعار هتلاقي بامر الله ان شاء الله. 10 جنيه زي ما انت عايز، كل حاجه موجوده عندك. من 10 جنيه؟ من 10 جنيه زي ما انت عايز، هتلاقي كمان الوان واشكال وجميع انواع الزهور. لا تعالى بقى ناخد جوله كده، بسم الله ما شاء الله. عندك الباتونيا والسلفيه واللطيفه ديت بالوانها، البنفسجي والموف والفوشيا والبرتقاني، كل دي الوان وحاجات حلوه من الحاجات اللي بتتباع بره ب 25 جنيه، ب 10 جنيه بس. دي ب 10 جنيه بس؟ يعني بستان الزهور يا بلاش 10 جنيه ما تجيبش حاجه دلوقتي. لا موجوده وبغالي بلاش، هتاخد اللي انت عايزه طالما نورت. ربنا يخليك. الحاجات كلها شغاله زي ما انت شايف كده، كل يوم تجيب معاك زهر جديد، بس اهم حاجه ان انت تبقى عارف المراعيه بتاعتها. زرع شغال لا مؤاخذه على اسفل اهو، بالصلاه على حضره النبي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اهم حاجه بس المراعيه بتاعته. قبل ما بتاخد الحاجه بنقول لك برضه تراعيها ازاي عشان حاجه تشتغل وتبقى 100 100 عندك، اذا كانت بقى فيلا، اذا كانت جنينه، اذا كانت في البلكونه. المهم نهيئ لك جو حلو كده تقعد فيه انت واحبابك واولادك وكل اصحابك، والحمد لله بفضل ربنا يعني محبك عند الله الدنيا كلها بتجنن. يا الله الله اكبر. عاوز اقول لكم الحته هنا قبل ما يعملوها كده كانت حاجه غريبه خالص. حتى الفلفل المكسيكي برضه تلاقيه موجود عندنا. الروايح والعطور والياسمين عم محمود، ده بالنسبه للريحان. الريحان البلدي بيبقى فيه الريحان الفرنساوي، في ياسمين بلدي، ده ورد بلدي ناري، في فلفل مكسيكي، وفي فلفل مكسيكي بيطرح كل الالوان. فلفل مكسيكي تلاقي فيه بس صغير كده بس حراق شطه نار.
بيطرح كل الالوان. في طماطم شيري برضو، طماطم ايه كمان؟ طماطم شيري برضو موجوده الحمد لله، حاجات كلها طرحه. نعناع البلدي. دي بكام الطماطم دي؟ الست المستحيه اللي معلش دي بكام الطماطم دي؟ الطماطم دي ب 20، الفلفل ب 20. ب 20 والفلفل ب 20. ست مستحيه بقى، معلش انا قطعتك. الست المستحيه دي ب 25 جنيه. النعناع البلدي ب 15 وب 10 جنيه. في عيش مشان ده معطر برضه بريحه حلوه زي الفل والياسمين كده، بيعمل ريحه جميله. طبعا الخلاط ما بيطلعش ريحه الا بالليل بس. العيشه طول الله اكبر يبخ ريحه مسك لحد الساعه 7 الصبح، بالنهار ما تشملوش ريحه خالص. اسمه مسك الليل. تبارك الخلاق يقلب شارع بحاجه، بس هو من عشاق الميه، مدمن ميه، عشان يستقر معاك في البيت او في اي مكان لازم يشبع ميه. يديله ميه كتير يعني. في بالنسبه للحاجات اللي هي تستحمل معانا العطش وكل ما تعطش تظهر، دي بعض من الحاجات الصبارات والحاجات المزهره هنتكلم عليها بعد كده. تمام. بكام بقى مسك الليل ده؟ مسك الليل ده عامله كبيره 120 وبيبقى فيها احجام ب 50 وفيها احجام ب 40 زي ما انت عايز. برضه في ياسمين، في ريحان، في فل، في مسك الليل، في نعناع، في ورد بلدي. بس ما شاء الله عندكم تشكيله كبيره قوي. ده الورد البلدي صح؟ ده الورد البلدي، نوع من انواع الورد البلدي. الورد البلدي انواعه كتير، في البلدي، في الجوري، في الفرنساوي، في السوري، في الناري، كل دي انواع من انواع الورد البلدي. ما شاء الله. دي انواع شجر بقى، دي ايه انواع؟ في الجميله والدرنتا الليموني، ثرو الليمون، اليوكا، في جميع انواع الفواكه. دي العبور دي نوع من انواع الصفحات المزهره اللي هو الورد الناري اهو. ده الورد الناري. فوربيا من نوع من انواع الصبارات المزهره، دي اللي تعطش تظهر معاك، تجيب كميه ظهور اكتر. دي يعني نعطشها اكتر تظهر اكتر. ده نوع من انواع الصبار ده اصلا؟ من انواع الصبارات حاجات مش مشكله. تستحمل معاك العطش، كل ما يعطش كل ما يظهر معاك. بيتعمل بقى بيها برضه بروازات ومناظر جميله حلوه لو في فيلا او تمثيل. دي بكام دي بقى؟ دي بتعمل 35 جنيه. 35 جنيه. اللي هي الورد دي؟ الورد الناري 80. بس جميله قوي الورد الناري ده ايه بقى؟ دي درنتا ليموني بتعمل بقى بروازات ودورانات وحديات، التنسيقات برضه بتاعت الأضاءة وحاجات. بس هي جميله الصراحه. المنتيرة الجنبو ده برضه كل ده حاجات بتعمل فيها بروازات. ده يعني هي تعتبر ايه زي شكل جمالي. جميله، ممكن تعمل دوران بيها في النص وتحط فيه في قلبها حاجه مثلا شكل نخله ايا كان، تلف حواليها دوران برواز ده موجود. ممكن تكسر اللون بلون تاني، تعمل دوران 3 الوان ممكن تحت بعضيهم يبقوا مستنباط، كل دور اعلى من التاني. اسكان مدور بقى واسكان بروازات بتاعت جنينه واسكان مداخل تعمل لها برضه. بس هي بتطرح، بس هي كشكل بس. الوانات. الوانات بس. بتكسر اللون الاخضر. وعموما اللون الاخضر في اي حاجه حتى لو كانت لا جميل. سين، فدي روح الطبيعه. لا جميل اللون الاخضر. غير اللون الاخضر ما كناش نعرف نعيش الحياه. لا الحمد لله سبحان الله. الله اكبر. وايه بقى الحاجات الجميله اللي ورانا دي؟ الفستق بيطلع زهره حمراء كبيره كده مدوره. دي بتطلع زهره حمراء؟ هيبسكس جولد ابيض، هو الابيض. في منه الاخضر الساد بيطلع زهره حمراء كبيره. ده هيبسكس الوان، هو هيبسكس ابيض. دي بكام دي بقى؟ دي عامله 50. وفي برضه جميع انواع الصبارات، صبار الأولوفيرا ده صبارات الشعر والبشره. ده أولوفيرا. وفي بقى صبار البلاستيك والاشقر والصبار قرن الغزال. ايه قرن الغزال ده بقى؟ ده اسمه عشان شكله يعني. ده بتبقى حاجات من الحاجات الشكليات، سبحان الله بيبقى عامل زي الغزال، قرون الغزال كده مشعر. لكن بيدي اللون الاحمر شويه او البرتقاني شويه، ده بيبقى شكله شيك. لا بس ما شاء الله. ده معمول قدام الجامعه بتاعت 15 مايو.
ده معمول قدام الجامعه في 15 مايو. عاملين شغل كتير في الجامعه. انت عملت شغل كتير هناك في الجامعه؟ في الانتاج الحربي، وعاملين برضه في شغل في مصنع الطيران الحمد لله رب العالمين، وعاملين شغل كومباونات كتير وتنسيق فلل على اعلى مستوى الحمد لله، ولاند سكيب، نعمل بديهيات شغل زي ما انت شفت كده بالوز ده او لا انت هتورينا الاسيات المزخرفه دي كده نوريها للناس. حلوه ديت. لا بس ما شاء الله يعني الله اكبر، احنا ماشيين اهو نوريكم الله اكبر يعني، بس ما شايفين منظر جمالي الله اكبر يعني. بص هنا هتيجي تحتار على الدنيا كلها ورد ان شاء الله وتفرح الجميع. لا والله بس انتوا هنا عاملين شغل جامد. ده انت عندك كمان شجر المانجا اهو. رب العالمين موجوده، موز، خوخ، تفاح، مشمش، برقوق، عنب، توت، زيتون، ليمون، جوافه، جميع انواع الفواكه موجوده. حتى الفواكه الاستوائيه، الافوكاتو، دراج الفروت، بشمل فروت، كل ده موجود الحمد لله. الفواكه دي بتطرح بطعم المانجا وطعم الخوخ وطعم المشمش وطعم البرقوق وطعم العنب والتوت، جميع الأطعم، بس كل واحدة لها طعم سبحان الله. الثمرة بتاعتها زي البرتقانة كده، بس حاجة جميلة جدا، أسرع من اللبلاب، من الحاجات المتسلقة زي العنب كده، سريعة جدا. اللي هي بتفرد نفسها زي البلاب كده. شهرين ثلاثة تعمل لك برجيلة حلوة. لو عايز تعمل برجيلة بقى، إذا كانت في البولينة أو فوق الظروف، فهي من الحاجات السريعة أسرع من اللبلاب. في شهرين ثلاثة تعمل لك برجيلة حلوة تقعد فيها. بس ما شاء الله عليك. سبحان الله بقى في الثمرة بتاعتها. الله أكبر الله أكبر. عاوز تاخدنا جولة برضك في بقية الحاجات اللي قدام دي، عشان في حاجات كتير كده احنا ايه ما شفناهاش برضك. ده عرفة برضه اللي منورنا، والحمد لله ربنا. اهلا بيك يا ابو عرفة، عامل ايه؟ الدنيا كلها ربنا يجعل ايام الجميع ورد ان شاء الله. الله يخليك. شايفين برضك انواع القصريات اهو، ودي بتبقى موجوده بالعلاقات بتاعتها كلها. موجوده بالحمل بتاعها، بنعملها بشكل شيك، بتتعلق على البلكونه كبوكيه ورد حلو منسق بشكل ورود منسق بشكل شيك، بتتعلق على البلكونه، بتغير ملمس الجو في البيت، وتطلع على مواصل حدين ثلاثه يغيروا الجو في البلكونه، تطلع تقعد وتسري لا جميل. يبقى في جو كده حواليك مختلف، يغير الدنيا 180 درجه. لا الجو بس ما شاء الله، بص المنظر الله اكبر يعني جميل الله اكبر. لا وتنسيقه للحاجه والالوان الله اكبر يعني بس ما شاء الله. الزرع او اي حاجه خضراء هي روح الحياه. لا وكمان التنسيق برضك مريح للعين وكل حاجه الله اكبر يعني. اهم حاجه في شغلانتنا يا باشا، لان شغلانتنا دي هي كماليات المناظر الجميله او تشطيبات الفلل او المكونات، او يعني لو مشطب فيلا على اعلى مستوى والمواصل الحوض بتاعها لسه ما خلصش ولسه برملته، تحس ان انت ما عملتش فيها حاجه. مجرد ما تتنصب وترص فيها النجيله وتعمل فيها المناظر الجميله، تشطب لك الفيلا، تحسسك ان انت عامل شغل غير الشكل 180 درجه. لا كلامك مظبوط والله بس ما شاء الله. عايزك بقى تقول لنا ايه الزهره البيضاء دي كده؟ دي باتوني. دي باتوني، نوع الحاجات المظهره اللي بتفرش كده زي الصبار الحي علم، وفيها جميع انواع الالوان اللي هي يعني كل دول نفس النوع بس الوان. دول نفس النوع واحد بس الوان. اما دي مختلفه عنها. دي زهره بق السبع، دي سبحان الله كده تلاقيها بق سبع تبارك الخلاق، اسنان ولسان سبحان الله زي ما انت شايف كده. بص بق سبع بجد سبحان الله ما شاء الله. الخلاق تلاقي لها اسنان وناب واسنان سبحان الله. سبحان الله. دي بكام بقى؟ دي ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. الزهره دي بكام بقى برضه؟ 10 جنيه. يعني اي زهره من دول ب 10 جنيه. بس ما شاء الله. ده زي الفل والياسمين كده، ريحته جميله خصوصا بالليل مع الهوا كده والجو الحلو اخر النهار، بيدي ريحه حلوه. ده برضك ب 10 جنيه ولا؟ لا اسعارته جميله قوي والله. بس ما شاء الله يعني. لا بس عندكم والله اكبر انواع كبيره يعني.
ده عالم من الزهور والاشكال والالوان سبحان الله. اسامي لا ما شاء الله حاجات كتير جدا. هو طب وايه ده بقى؟ دوت انت ليمون بتعمل برضه بقى روايات وشخصيات كده، هديات وديكورات. يعني في التزويق، يعني في التزويق تشتغل معانا بروازات دورانات زي ما قلنا، ممكن تعمل 3 لون اللي هو الليموني ده مع اللون الاحمر ده بيدي منظر تاني. يعني ممكن تعمل دوران وتاخد فيه الاحمر ده تحتيه الليموني يدي منظر شكل حلو مع حاجه حلوه في النص كده. الورد زي ده كده. بس هو ما شاء الله انتوا شايفين اصلا الرصه اللي انت رصصها الله اكبر جميله. بس هو ما شاء الله يا شباب زي ما انتوا شايفين كده الله اكبر. دي قبل ما تكون شغلانتي ده عشق حياتي الزرع، ان انا يبقى مكان منسق بشكل شيك، واي مكان ايا كان حتى لو حوض هو متر في متر لازم انا اعمل له تنسيق وبرواسات واعمل له منظر جمالي، وكل حوض يبقى غير التاني. انت بتبيع برضك سماد ليهم يعني هنا؟ في كل حاجه بالنسبه للسماد والمغذي والكمبوست، في NPK وفي حديد وفي منجنيز وفي مغنيسيوم، في كمبوست، في سماد طبيعي، في تربه طبيعي وفي تربه صناعي، كل ده موجود. الحمد لله رب العالمين. تعالوا ورينا بقى انواع ايه القصريات كده اللي هي ايه متزغرفه كده. الحاجات دي بقى للمداخل، مثلا لو عايز تعمل مناظر حلوه في على السلالم غير برضه ملمس المنظر الجمالي بتاع الزرعه ايا كانت نوعها، فبتديها شكل شيك اكن لا مؤاخذه غيرت الطقم بتاع الشغل ولبست طقم جديد. ما شاء الله عندك مجموعه حلوه قوي كده. تعال نقرب نوريها للناس بس كده. ما شاء الله يعني كل واحده عليها سعرها بس ما شاء الله. ده الكبير ده 700 675 وده 475. لا بس ما شاء الله جميله والله. والصغيرين دول بكام بقى اللي هم الحوض ده عامل 130 بالحمل الحديد بتاعه. 130 بالحامل بتاعه. لا الله اكبر عليك بس ما شاء الله. انت في المجال ده بقالك قد ايه بقى يا زهران؟ يعني من وانا عندي 12 سنه، يعني تقول كده زي 27 سنه. عايزين بقى نقول للناس انتوا مكانكم فين بالظبط؟ فين؟ على الصراط. انا ملف 4 صراط بستان الزهور في مدينه 15 مايو. 15 مايو. شايفين هم موجودين ليل نهار، موجودين اهو 20 ساعه شغالين وفي الخدمه وتحت الطلب في اي وقت. تسلم لي يا زهران، ربنا يخليك. ربنا يخليكم. بسم الله ما شاء الله. احنا هنوريك اهو. الله يخليك يا زهران. ربنا يقدرنا ونسعد الناس كلها. معلش يا زهران هسألك بس تاني، قول لي ايه دي بقى الزهرة دي كده؟ هي زهرة الليمون الصغيرة دي، هي ضرمت الليمون دي هي دي بس على كبير. الزهرة دي وحاجة كده زي اسمها عنب كبير. طب واللي جنبيها دي ايه معلش؟ بصل وليمون، ريحة الليمون وحاجة بتتعمل منها حلزونات واشكال ومناظر بيطلع زي الهرم كده. واللي هي دي معلش اللي جنبيها دي؟ دي نفس الليمون. دي نفس ضرمت الليمون. دي قلق. كده صفر. لا بس انت قلت لي برضه من النخل اللي هو انت قلت لي في انواع للنخل برضك عندك. موجود عند النخل البلحي وموجود برضه النخل السيدي. هنوريه لهم برضك نديهم بص عليه كده، نوري لهم ايه النخل جوه. بس بسم الله ما شاء الله كل حاجه موجوده. الفرنساوي اللي هو المستورد. ايه معلش تاني؟ النخل البلحي الفرنساوي اللي هو المستورد. ده موجود عندك؟ لا بس ما شاء الله عليك الله اكبر، في حاجات كتير الله اكبر. نخش اوريكم برضك نوريكم ايه؟ نوريكم انواع النخل بسم الله ما شاء الله هناك. ده ثرو ايطالي بيطلع زي العمدان كده، بيطلع زي العواميد، نوع من زي ابن عم الثرو الليمون اللي احنا بصينا عليه. دي شوفليره لنباتات الظل لو مثلا قدام باب الشقه صالون ريسبشن جوه المدخل. ده شجر موز ده صح؟ دي نوع من انواع الحاجات الزينه اللي بتحط برضو مناظر جميله اسمها اجاستا، بتطلع زهره صفراء بس عامله زي كأنها زي بتاعت الموز كده. بس الورقه بتاعتها، لكن دي بتختلف عن الموز، دي حاجه ودي حاجه تاني.
في تراسينا برضه زي كده، دي حاجات برضه ايه بتشتغل بره وجوه، بتختلف بس بين بره وجوه في طريقه السقيه. يعني لو بره بتشرب يوم ويوم، لو جوه بتشرب كل 5 ايام. دي المعلومات زي الاريكه دي كده. ده بالنسبه للنخل البرحي اللي احنا اتكلمنا عليه الفرنساوي، ده يطرح معاك وهو في القصريه بتاعته كده، ابن ابوها. طلع ما شاء الله خلف، وحاجه ما شاء الله خشب متر، حاجه من اللي بتتباع بره بفلوس. لا بس ما شاء موجود الله. عندنا الحمد لله ب 4000 جنيه. النخله دي ب 4000. بيتباع الحجم ده بره بيتباع ب 9000 جنيه. 9000 جنيه. ما شاء الله. لا شايفين الاسعار، الله اكبر عليهم، بسم الله ما شاء الله. في بقى هنا الفاكهه بالنسبه للخوخ والمشمش والبرقوق، كل دي حاجات من الحاجات المثمره. ده خوخ، ده مشمش، وده تين برشومي. ده رمان. في تفاح، ده تفاح. تفاحة ويطرح معاك اليومين اللي جايين دول، هو الرمان بقى هو الخوخ بأمر الله. في طاقة بس طبعا لسه بتطلع الورق بتاعها الجديد. في استفندي، ده استفندي طارح اهو، بس الاستفندي الكزمي طارح اهو. ده بيتحط في البلكونه عادي ويشيل معاه الطرح ما شاء الله، طرح حلو. يعني ممكن اجيبه عادي في البلكونه ده؟ في البلكونه يتحط في قصريه حلوه كبيره كده من اللي هي المدورين، ويشتغل فيها ما شاء الله. اليومين دول يبقى عليه طرح بال2 كيلو. بسم الله ما شاء الله. هو ده لو عايز تقفل حته مثلا مساحه كبيره اسرع من المباني، لانه شجر غزير بيشتغل على اي ارض صالحه او غير صالحه للزراعه. حتى في شغال عندنا في السطح فوق، من الحاجات اللي سريعه جدا تشتغل على مساحات كبيره اسرع من المباني. بسم الله ما شاء الله. 15 جنيه الحجم الكبير. 15 جنيه الواحده؟ 15 جنيه الحجم الكبير. طلع منه كميات يعني الواحده الكبيره دي ب 15 جنيه. بنعمل منه، بنطلع منه كميات. انت اسعارك 100 100، انت اسعارك جامده قوي. مساحات كبيره والحمد لله. في عنب وفي خوخ. ده عنب اهو، اللي ورا ده عنب، وده خوخ اهو. خوخ برضه يطرح اليومين اللي جايين دول. ده كده خوخ اهو. ده شجر خوخ ده؟ قدامه بس 15 20 يوم وبأمر الله يطرح. يبتدي يطرح يعني. ده توت نعماني. توت نعماني. توت نعماني، التوته الكبيره التوته الكبيره كده ما شاء الله، حتى وهي خضرا تاكلها مسكر. ما شاء الله. يطرح معاك برضه على كده عشان مطعوم كله واخد الطعم بتاعته. ودي الباشا الفروت اللي اتكلمنا عليها، اللي هي ام الفواكه. حاجه متسلقه سريعه جدا، اسرع من اللبلاب. لو عايز تعمل تكعيبه او برجيله فوق الروف او ايا كان في الجنينه، في اي مكان بتشتغل سريعه جدا. تطرح بطعم المانجا وبطعم، يعني بتعمل لها برجيله كده وتفردها عليها؟ مش تطرح كل الاطعم، بس كل واحده فيها بتطرح طعم. كل واحده فيها بتطرح طعم. الثمره بتاعتها زي البرتقانه كده. بس جميله جدا. دي بكام دي بقى؟ دي عامله 250. بسم الله ما شاء الله. بتتباع ب 400 و 450 جنيه. لا انت اسعارك جميله والله، حاجات بتبدا ب 10 جنيه، يعني كل احنا سمعناه بره ب 10 جنيه يا بلاش يعني. ربنا يسعد الجميع ويجعل ايام الدنيا كلها ورد ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. عايزين ده الموز اهو. طارح كمان اهو. بس الفرق بين يعني الشجره بتاعت الورق لكنها متقطعه هنا. هناك الورق سليمه. الورق هناك سليمه وصغيره شويه، بس شبهها قوي يعني. يا قريبه من الشبه كتير. موز طارح اهو، شايفين الموز طارح اهو ما شاء الله. وده بالنسبه للشجر اللي اتكلمنا عنه بتاع الاسوار، الكيمو كاربوس، بيسموه بازروميا سعودي. حاجه سريعه جدا بالنسبه للاسوار والمساحات الكبيره، اسرع من المباني. ده نبق طارح برضه اهو. ده نبق طارح اهو، كله طرح ما شاء الله. اي فواكه عندي هنا مطعومه الحمد لله، تيجي الموسم بتاعها تطرح على طول. لا بس ما شاء الله يعني. بالنسبه للفواكه كله شغله مطعوم. انت بتقول بسم الله ما شاء الله بقالك يعني عمر في الشغلانه، الله اكبر يعني. دي بالنسبه للزنجبيله. دي بتعمل فيه
ايه بقى الفيكس دي اصلا؟ الفيكس ده اللي هو الشجر اللي بيكبر في الجناين ده وبيتقص، ده اللي هو انواع اسمه، الاشجار. ده اسمه اصلا فيكس؟ نوع من انواع الاشجار اللي بتكبر دي. هو بيبقى مقصقص في الجناين دوت، ومعمول اشكال مدوره وحاجات من دي. تمام. في بقى الكوماريا ديت مشهوره برضه. بالنسبه برضه للصبارات دي الكوماريا. ده نوع من انواع الصبارات برضه؟ لا لا، دي نوع من الانواع الحاجات المشهوره اللي بتشرب على طول. تشرب على طول. تشرب ميه كتير دي بقى؟ تاخد ميه كتير؟ انما بالنسبه للصبارات والحاجات اللي بتستحمل العطش والحاجات اللي تعطش تظهر اكتر، دي كلها تعالى نلف عليها، نلف كده من ورا نبص عليها. دي كلها حاجات من انواع الصبارات. بس ما شاء الله، الله اكبر، عندكم حاجات كتير قوي في الصبار حتى. ده صبار الالوفيرا اللي بيستعملوه للشعر وللبشره، الجل بتاعه جميل جدا. في اللي هم بيطلعوا بقى ياخدوا الجل اللي جواه. الجل اللي جواه هيتضاف عليه بقى اذا كان زيت لافندر او زيت زيتون او زيت بروفين. الفوربيا ديت برضه حاجه من الحاجات المشهوره اللي كل ما تعطش كل ما تظهر. جهنميه، صبار قرن دي اسمها ايه؟ الغزال. دي جهنميه. جهنميه. صبار قرن الغزال. وطحنها للناس اهو. والتين الشوكي. كل دي حاجات صبار نجمه. كل دي حاجات ايه؟ انواع من انواع الصبارات. انما انواع الصبارات عالم كبير يعني. عالم لا يعد ولا يحصى. مهما اشتغل ومهما عمري يكبر مش هعرف اوفي كل انواع الصبارات اللي موجوده. بس ما شاء الله. صبار وفوربيا برضه الليزر اللي هو دم الغزال. لا بس ما شاء الله عندكم حاجات كتير قوي يا عم زهران والله. الحمد لله رب العالمين. هو ده حياتنا. وعندي شويه الزرع دول شويه الورد دول بتطلع اثار. الحمد لله رب العالمين. الله اكبر عليكم، انتوا عالم هنا، الله اكبر عليكم، بس ما شاء الله يعني والله. الحمد لله بفضل ربنا وبفضل الناس الحلوه برضه اللي بتدعمنا وعايزين الدنيا كلها تبقى ورد للجميع. وبالنسبه للنخل الساكس ده بيطلع ادوار كده فوق بعضه، بيعمل مناظر واشكال حلوه برضه بتتعمل فيها في الاماكن الفلل والاماكن. بس هو بيكبر عن كده يعني، بيكبر عن وبيطلع ادوار كده بيبقى منظر حلو. الحاجات الشكليات والديكورات الجميله يعني. دي بكام دي؟ تبقى عامله كام دي؟ دي تعمل لها 450 جنيه، انما في منه احجام بتعدي ال 5000 جنيه. الاحجام الكبيره بقى. ادوار كده. طب يا عم زهران، الحجم الخشب بتاعه. ما شاء الله. عم زهران بقى بالشغل الجامد ده كده، يعني عاوزك تقول لي بقى ارقام التليفونات بتاعتكم. يعني انتوا عند مدخل 15 مايو، مدينه 15 مايو. بستان الزهور، ملف 4 استيراد، مدخل مدينه 15 مايو. تمام. اول المدخل. ارقام بقى تليفونات الناس تتواصل معاكم. 011 46 45 90 97. 011 030 454 66 454 66. تسلم لي يا عم زهران، ويعني فعلا استمتعت معاك بالفيديو دوت والله، وشفت انواع زهور وحاجات انا ما كنتش اعرفها اصلا. انت نورتنا النهارده، وربنا يطمنا عليك دايما ويجعل ايام الجميع ورد ان شاء الله. الله يخليك.